في يوم من الأيام تخيل كده تبني حلمك بإيديك، تكبر يوم ورا يوم وفي الآخر يتجلك امشي، مالكش مكان هنا. ده اللي حصل بالظبط مع شخص اتطرد من الشركة وللأسف هو اللي أسسها بإيده. قبل ما يبقى أسطورة كان مجرد شاب مختلف عنيد مش شبه حد. كان عنده حلم زيادة عن اللزوم. من جراج صغير الحلم غير متوقع غير شكل العالم كله. نجح بس النجاح ما كانش سهل، خسر كل شيء وكل ما يملك. بس القصة ما خلصتش على كده. رجع تاني مش علشان يعتذر لحد ولا عشان يثبت حاجة لحد، لكن رجع عشان يفرض فكرته على العالم كله. دي مش قصة موبايل ولا قصة شركة، دي قصة شخص اتقال في يوم من الأيام أنت انتهيت. خليك معايا لأن اللي جاي أصدق وأغرب مما تتخيل. ستيف جوبز اتولد سنة 1955 في أمريكا، واتساب من أهله وهو كان عمره 5 سنوات. تبنته أسرة مكونة من أب وأم بدون أطفال، وللأسف كان عارف حكايته وكان دايما في تفكيره إن هو لازم يثبت وجوده. من صغره ما كانش طفل عادي، كان بيحب يفكك في الألعاب كتير، ما كانش بيحب الطريق السهل. وصل لمرحلة الجامعة وشاف إن المكان ده مش مناسب معاه وإن هو تايه، فقرر إن هو يسيبها. والناس كانت شايفة إن القرار اللي هو خده مش كويس. قعد فترة يحضر في المحاضرات عن التكنولوجيا والمعدات من غير ما يكون طالب، وكان عايش أيام صعبة، ولكن الأيام دي هي اللي وصلته للمرحلة اللي هو وصل لها. في يوم من الأيام قرر هو وصديقه بعد ما تركوا الجامعة إن هم يبحثوا على شغل، وبالفعل بحثوا على شغل في جراج صغير كان مليان بالأتربة وقطع من الكمبيوتر بالنسبة لأي شخص ملهاش أي قيمة، ولكن بالنسبة لهم كان المعمل اللي هيغير به العالم كله. ومنها قرروا إن هم يبيعوا أشياء غالية كتير تخصهم علشان يبدأوا في طريق الاختراع. بدأوا بالفعل يشتغلوا في الجراج أيام طويلة، يسهروا بالليل، يغلطوا ويصلحوا، يكسروا ويعيدوا من الأول. وبعد فترات طويلة من الفشل والتجارب طلعوا بأول جهاز هو اللوحة الإلكترونية وسموها آبل 1. بدأ يعرضوا على الناس والمحلات المجاورة الجهاز، ولكن للأسف إن الناس كانوا بيسخروا منه وهم لم يستسلموا. قرروا إن هم يسافروا إلى ولاية كاليفورنيا في نادي هناك بيجمع كل الأجهزة والكمبيوتر اللي تم اختراعها في مجتمع هناك. ولكن المفاجأة إن الجهاز أعجب ناس كتيرة كانوا موجودين هناك. وبعد المجتمع رجع إلى بلده وعرض الجهاز على أول محل وباع 50 جهاز. وفي نفس السنة عام 1975 باع 200 جهاز. وفي سنة 1977 بعد ما زاد الطلب على المنتج قرروا إن هم يخترعوا آبل 2. وفي خلال 4 سنوات زاد قيمة المشتريات للجهاز. بعد ما الشركة كبرت وبقى عليها حمل كبير وإنتاج أكتر، قرروا إن هم يعملوا حاجة هيندموا عليها بعدين. قرروا إن هم يجيبوا رئيس تنفيذي ليكون إداريا للشركة. وبالفعل سنة 1980 جابوا رئيس تنفيذي جون سكيل. في عام 1985 حصل اللي ما كانش في الحسبان، إن مجلس الإدارة قال إن ستيف جوبز مش مناسب إن يقود الشركة، وبالفعل تم مطاردته وهو كان عنده حوالي 30 سنة من الشركة اللي بناها بإيده. ولكن وسط الوجع مرضيش يقف ولا يستسلم، وافتكر إن في حاجة مهمة بيحب يعملها، فبدأ من جديد وأسس شركة اسمها نيكست، وكمان اشترى شركة للرسوم المتحركة اسمها بيكسر. ولكن الناس كانت شايفة إن اللي بيعمله ده ولا شيء. حصل شيء غير متوقع.
في سنة 1991 بدأت شركة أبل تنهار وتخسر فلوس كتير، ولم يكن الطلب عليها. ما كانش عندهم حل غير إن هم يرجعوا الشخص اللي تم مطاردته عام 1985 وهو ستيف جوبز. رجع ستيف جوبز يركز وهدفه في حاجة واحدة بس، إن هو يطور من الشركة. وبالفعل أول ما جه أعاد ترتيب الشركة إداريا، وسنة عام 1998 ابتكر جهاز الإيمك، وعام 2001 الآيبود، وعام 2007 اخترع الجهاز اللي دمر العالم كله وهو الآيفون. سنة 2010 اخترع الجهاز اللي ما بين الموبايل والكمبيوتر وهو الآيباد. من بعدها اللقب والاسم بتاع ستيف جوبز رجع يتقال من تاني وتاني، ولقبوه بالعودة من بعد السكوت. رجع ستيف جوبز بعد السكوت مش علشان ينتجم، لكن علشان يثبت ان الفشل مش نهاية. مسك أبل وهي بتغرق وجوابها بيده، وخلى العالم كله يقول دي مش عودة، دي أسطورة. وبس كده يا صديقي، دي كانت قصتنا. ما تنساش تكتب لنا في الكومنت تحب تسمع مين القصة الجاية. وكان معاكم يوسف اليوناني.